هل تتخيل إن فيلم 7 دوجز يخلّيك فاكر إن التصوير اتعمل في كذا بلد حوالين العالم؟ مشهد هنا ومشهد هناك ومطاردات في مدن مختلفة، ويمكن أول ما تشوف اللقطات تفتكر إن فريق العمل لف نص كوكب علشان يصور الفيلم. لكن المفاجأة أغلب ده ما اتصورش في كذا دولة، أصلا الفيلم اتصور بشكل أساسي داخل استوديوهات الحصن بيج تايم ستوديوز في الرياض. والأغرب من كده إن الرياض نفسها كانت بتقوم بدور مدن عالمية مختلفة زي بومباي وشنغهاي، يعني المدينة لوحدها كانت بتحول لأكثر من مكان في العالم حسب المشهد اللي بيتصور. وده سبب إن ناس كتيرة أول ما شافت اللقطات افتكرت إن الإنتاج اتصور في دول كتيرة جدا. بس هنا بقى تيجي الصدمة الحقيقية، ليه كل الضجة دي؟ لأن الفيلم مش داخل كفيلم أكشن عربي عادي. التقارير قالت إن ميزانية العمل ده اتكلفت 40 مليون دولار، وده خلاه يتوصف كأكبر إنتاج سينمائي عربي لحد دلوقتي تقريبا. رقم يخليك تتخيل حجم الديكورات والأكشن وحجم الشغل اللي اتحط فيه. والحكاية ما وقفتش هنا، لأن اللي ورا الكاميرا أصلا مش أسماء عادية، الفيلم من إخراج الثنائي اللي اشتغل على مشاريع أكشن عالمية كبيرة. فكان واضح إن الخطة من البداية إن الفيلم يبان بشكل مختلف تماما عن أي تجربة عربية اتعملت قبل كده. واللي يجنك أكتر إن كل ده معمول علشان قصة بتلف حوالين منظمة خطيرة اسمها 7 دوجز، وعميل انتربول بيضطر يعمل تحالف مستحيل مع واحد من أخطر أفرادها، ومن هنا تبدأ الفوضى. دلوقتي السؤال الحقيقي، هل كل الميزانية دي وكل الضجة دي هتطلع فعلا فيلم يغير شكل السينما العربية، ولا هنرجع بعد العرض نقول الضجة كانت أكبر من